السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كيما العاده تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم البنات طولت عليكم شويه الغيبه، كنشكر الناس اللي دائما كيسولوا عليا وكيتواصلوا معايا. هذا الشيء باش ما بغيتش نطول الغيبه يعني بزاف، وفضلت غنحط لكم هذا الفيديو هذا. واحد المسمنه اللي كتجي في الصراحه زوينه، واحد المسمنه شباعيه كديرها دقه واحده وكتنوض نيضه وبلا قوه المقادير، مكونات اللي بسيطه بسيطه. المهم كما عودتكم دائما كندير لكم شويه ديال البساطه وفي نفس الوقت البنه. المهم على بركه الله هنا غندوزو باش نحضروا المهم الحشوه ديال هاد المسمنه هذه. خديت هنا واحد جوج بصلات كبارين، هشيتهم في الهشوار وضعتهم في المقله هكا، ضفت عليهم تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار ديال زيت نباتيه، يعني غير زيت عاديه، ولا كانت عندكم زيت العود ديروها كتجي حتى زوينه. ضفت عليها واحد الزلافه ديال خيزو اللي حتى هو كنحكو في الحكاكه الغليظه ماشي رقيقه، وكنحيدو داك الماء. واحد الزلافه ديال تقريبا واحد الزلافه ديال القرعه خضراء. المهم الحشوه او الكميه كتبقى على حسب عدد الافراد. المهم انا هنا درت شويه الحشوه بزايد. ضفت التوابل كما العاده، البزار، الملحه، السكينجبير، التحميره يعني البابريكا، شويه ديال الحار، الثومه بودر، واحد راس معلقه صغيره ديال الكمون. وهنايا كما قلت لكم عندي الثومه بودر، يعني هنا فضلت انني نستعمل الثومه بودر. كما كتعرفوا ان رمضان ما خصناش نكثروا هكا شويه ديال الثومه، استعملت هنا غير الثومه بودر، كتكون شويه يعني ما قاصحاش، اللوغو ديالها كيجي شويه خفيف. كنحرك هاد المكونات كامله مزيان مزيان حتى كتنزل لينا ديك البصله مع ديك القريعه مع داك خيزو. المهم اي حاجه عندك ضيفيها لهاد الحشوه هذه وكتعمري بها هاد المسمنه هذه. في الصراحه راه كتجي زوينه زوينه بزاف. المهم كما كتشوفوا دابا ان ديك الخضره كامله اللي ضرفناها هنايا في المقله مهاشيه نزلت لينا. هنا عندي تقريبا واحد 300 غرام ديال الكفته ديال الدنت. المهم نتوما ديروا على حسب الكميه اللي عندكم، ما تكلفوش على راسكم. اي حاجه متوفره سواء طون كفته لدنت اي حاجه، المهم هي ان الحشوه كتجي بنينه بهاد الخضره هذه. الاهم عندنا هنا في هاد المسمنه كبيره هي هاد الخضره هذه. هاد الخضره هذه اختي اللي كتجي لذيذه بزاف بزاف مع هاد التوابل هذا، واخا ما تضيفيش كاع اللحوم. غنخليو هاد المقاله هذه حتى غتبرد مزيان، كنخليوها على جنب. ودابا غندوزو باش نحضروا العجينه ديالنا ديال هاد المسمنه هذه. هنا عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، دقيق الفورس. ضفت عليه كاس ديال دقيق القمح الصلب يعني الفينو، واحد رشه خفيفه ديال الخميره ديال الخبز. وهنايا عندي بيض بيضه، 2 معالق كبار ديال الزيت. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخل مع واحد المعلقه ديال السكر. وهنايا عندي نصف ملعقه صغيره ديال خميره الخبز. ما تضيفوش الكيس كامل، يعني ضيفوا غير واحد راس معلقه تقريبا او نص معلقه ديال الخميره ديال الحلويات. وغنجمع هاد العجين او هاد الدقيق هذا بالماء اللي كيكون دافي، غنبقى نجمعو شويه بشويه حتى غنحصل على واحد العجينه اللي كتكون لمسه، يعني عجينه عاديه ديال المسمن. هنا ضفت غير ديك البيض ديال البيضه، والصفر غنحتفظ به باش غنزين به في الاخر. هنا ضفت تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه. وكما كتشوفوا غنعجن العجينه عاديه، غنلقاها واحد شويه مزيان. الا ما بغيتوش تدلكوها غتجمعوها في واحد البلاستيكه وغتخليوها. انا المهم هنا كنت مزروبه عليها شويه، حاولت ندلكها تقريبا واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق. دلكتها مزيان مباشره، ما تخليوهاش تخمر، لان حنا حاجتنا في هذه المسمنه هذه ما غنخليوهاش تخمر، لان خلينا غتخمر غتجينا كما كنقولوا مبطبطه بحال الخبز. حنا هنايا حاجتنا في هذه المسمنه غتجينا مورقه بحال العجينه ديال المسمن مباشره. كما كتشوفوا فرقت العجينه على جوج، قسمتها لجوج كرات متساويه. غندهنهم الوجه ديالهم بشويه ديال الزيت وغنغطيهم بواحد البلاستيك وغنخليها تقريبا ترتاح واحد 20 دقيقه، يعني غير 20 دقيقه ما فتهاش. من بعد ما كتكون ارتاحت العجينه كتعطينا الطوع على هذا الشكل هذا. غنوضعها على الصفيحه عفوا على سطح العمل وغنرشوه بشويه ديال الزيت، وغنطلق العجينه مزيان مزيان، يعني غنسرحها مزيان حتى يبقى يبان ليا تقريبا داك سطح العمل.
هانتوما كما كتشوفوا ان العجينه عاطيه نطه. هنا عندي الزبده ديال التوريق اللي كنكون ذوبتها، هانتوما راه الزبده عاديه ديال التوريق، وغنبقى ندهن هاد العجينه مزيان، يعني غنورقها مزيان بالزبده وغنطويها هكا على شكل مسمنه كبيره. يعني طريقه سهله اللي كنديروا المسمن العادي، غير هنايا شويه عندنا العجينه شويه زايده، يعني بحال قلتي مسمنه كبيره. غنطوي الطرف الاول، ومن بعد غنضيف عليه او غنطوي عليه الطرف الثاني على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. يعني طريقه سهله وواضحه، دائما بالاستعانه بالقليل من الزيت والزبده. يعني كندير شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده هكا باش كتجينا هذا المسمنه كتجي مورقه. وغنطوي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا ان الطريقه سهله. الشكل ديال الظرف اللي كنديروا المسمنه عاديه، غير هذه شويه مسمنه كبيره، وكندير بهذه الطريقه هذه هكا. هنا طويتها على 4. ها انتم كما كتشوفوا باش يبقى لي هذا الفيوطاج هكا باين، يعني باش تجينا المسمنه مورقه يعني ورقه على اختها. وغنحطها جانبا غترتاح واحد شويه، وغندوز للكره الثانيه. نفس الطريقه غندير الكره الثانيه، غنحاول نقرصها او نبسطها مزيان بالزيت والزبده. من بعد ما كتكون طلقات ليا ديك المسمنه الاولى، غنحاول نبسطها هكا، غنطلقها مزيان. دائما غتبداو في الوسط، غتبداو تطرقوا في الوسط، من بعد عاد تطرقوا الجوانب هكا باش يبقى نبقاو محافظين على داك الفيوطاج كما قلت لكم، باش يبقاو داك الجوانب هكا مورقين، وكتبقى المسمنه ديالنا كامله هكا مورقه، يعني الورقه على اختها. وكنهزها كناخذها كنفرشها في الصفيحه ديال الفرن اللي كنكون فرشت لها الورق ديال الزبده. من الاحسن انكم ديروا الورق باش كتجيكم العمليه سهله، انكم تزيدوا تبسطوها واحد شويه وما كتلصقش لكم في الصفيحه ديال الفرن. هنا غير كنقد لها الجوانب. المهم بعد ما كنكون قديت لها جوانب مزيان كنورقها مزيان مزيان، ما كنخليوهاش شويه غليظه، كنورقها مزيان هكذا. كنوضع فيها داك الحشوه اللي كتكون بردات، كتعمروها في الوسط والجوانب على الطريقه هذه. يعني الطريقه راه كلشي كيعرفها. من بعد خديت داك الفرماج ديال الساندويتش وقطعته هكا غير طريفات عشوائيا، وغنوضعهم فوق هاد الحشوه هذه. في الصراحه صدقوني هاد الفرماج عطا واحد التعليكه زوينه خطيره خطيره، يعني بلا ما تستعملي الفرماج الاحمر حتى هاد الفرماج يعني كيعطي واحد اللذه زوينه. وكنعاود نجيب ديك المسمنه الثانيه وكنعاود نغطي بها هاد الحشوه هذه على هاد الشكل هذا، كنغطيها كامله وكنغطي لها الجوانب. وكناخذ هكا واحد الفرشيطه هكا وكنضغط على دوك الجوانب باش كيلتصقوا ليا مع بعضهم. من بعد كنجيب داك الصفر ديال البيض اللي كنكون ديك البيضه اللي كنكون خليت، يعني هنا ماشي بيضه اخرى، هذا راه غير الصفر ديال البيضه اللي وضعنا في العجين، لا للضياع. المهم اختي زدت عليها واحد شويه ديال التحميره، واحد القطيره ديال الخل باش نحيدو هكا الزفوره، ودهنت بها هاد المسمنه كامله على الوجه ديالها هكا. خديت هاد الموس هذا ودرت لها هاد، يعني قطعتها هكا بحال اللي غنقطعها على شكل شرائح. المهم نتوما غتعرفوا الطريقه باش غتزينوها. انا المهم فضلت ندير لها هكا باش حيت غطيب كيبقاو دوك الطروفه يعني مفروقين، كيجيو باينين بحال اللي كتقطعي شي كرواسه، كتجي في الصراحه زوينه. هنا زينتها بشويه ديال الحبه السوداء مع زريعه الكتان. المهم نتوما زينوها باللي بغيتو او تخليوها غير هكا طبيعيه، يعني ان المذاق كيجي فيها زوين وكتجي لذيذه واقتصاديه. ودرت فوق منها هكا شويه ديال الزيتون مقطع. هنا كنكون شاعله الفران على واحد الدرجه شويه مرتفعه، يعني كيكون مسخون مزيان مزيان. وكندخلها للفران كطيب العافيه، كتكون غير من التحت. ومن بعد كنحمر الوجه ديالها وكتجي على هذا الشكل هذا، عرفتي كتجي مورقه ما تشبعوش منها. انا ما قطعتهاش لكم لانني كنت صايمه، الله يقبل لينا وليكم. كانت المغرب باقا ما اذنات، يعني وجدتها قبل الاذان ديال المغرب.
وقدموها هكا سخونه بالصحه والراحه. نتمنى نتوما تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم، وجزاكم الله خيرا في هذا الشهر المبارك. ما تنسونيش من اللايك، وخليت لكم الراحه، ونتلاقاو ان شاء الله